ايه اللي بيحصل في سوريا؟ ده اكتر سؤال الناس بتساله الايام دي. الاول بس قبل ما ابدا محتاجك تبطل تسمع احمد موسى، مصطفى بكري، الديهي واللي شبههم. وبعد الفيديو ده انت اللي هتحكم هل في اسوأ من اللي عمله بشار بالنسبه للناس اللي خايفه من تقسيم سوريا. خليني اقول لحضرتك ان بشار بسبب استعانته بميليشيات ايران اصبح فيه 530 مركز عسكري و52 قاعده عسكريه لايران و93 تمركز عسكري لروسيا و21 قاعده عسكريه داخل سوريا. اوعى تقارن جيشه بجيش مصر ولا حتى الاردن لحد وقتنا ده. هقول لك ان بشار ببساطه قتل من شعبه 600 الف بني ادم، 30 الف منهم وزيهم نساء. سنة 2013 مجزرة الغوطة الشرقية واللي استخدم فيها بشار غاز السارين واللي بسببه اتقتل حوالي 1400 شخص. مجزرة حماة في 2012 واللي قصف فيها بقصف مدفعي وحشي وجوي استهدف المدينة. مجزرة خان شيخون، اتمنى اكون بنطق الاسم صح. بشار هجم على شعبه بالكيماوي. مجزرة دوما 2018 مرة تانية بيهجم بالكيماوي بالكلور. ده غير المساجين. شفتوا المساجين وهم بيخرجوا من السجون؟ في واحد خرج بيقول ان هو كان مسجون من ايام ابوه.